الدنيا ان كان الاهلي بيلعب عندنا في الاستاد محمد حسن حلمي. عايز تحترم المنافس، اتفضل البس تيشيرت نادي الزمالك. مش عايز تحترم المنافس، ممكن تلبس تيشيرت الزمالك. اقصد هنا الصناعه، هنا صناعه الاحترام للمنافس انها رياضه. لما اولادنا يتربوا ان هم بيعملوا كده، بس هي النماذج اللي قبليهم عملت كده ونجحت ومحدش كلمهم. فاحنا من زمان احنا وحشين، كلنا وحشين. فالتربيه مهمه. اتمنى ان الانديه، اتحاد الكوره يشوف دوره المضبوط في عمليه كلمه صناعه ناشئين في مصر من الناحيه الاخلاقيه. الاول اتمنى ان الانديه الزمالك والاهلي ما يفوتوش الحاجات دي الا بعقوبات صارمه لاعاده الانضباط. دي اخلاقهم هم. الاهلي بنقول ليه قلعه رياضيه، وليه بتقول على الزمالك قلعه رياضيه؟ هي قلعه رياضيه في كوره بس ورياضه بس، ولا قلعه اخلاقيه رياضيه محترمه صحيح. بتربي النشء؟ فالزياره دي ليها معاني كتير. دي زياره وقفه، وزياره احنا بقالنا فتره طويله محرومين من العلاقات السويه. والعلاقات بتاعتنا كانت علاقات باردون في الكلمه شاذه، كلها نفور وكلها تطاول وكلها قله ادب. وكمان الكلمه اللي عجبتني اللي رضا قالها، احنا عايشين في وقت الفتن، احنا عايشين في وقت مليان فتن. والسوشيال ميديا برضو زي ما قال رضا، السوشيال ميديا مركز من مراكز الفتن الكبيره طبعا. وخلوا بالكم انتوا لما بتفتحوا الماتشات للجماهير، ودي كلمه احب اقولها في برنامجكم في وجود الكباتن، ويا ريت لما اقفل يا ريت يعقبوا بقى عليها. اتفضل يا كابتن. الماتشات جماهير كتير وسطينا ناس ما بتحبناش، زي الناس النهارده اللي راحوا رافعين لوحه كده على كلمه ضد الزمالك. اللي رفعت ما اعرفش رضا شفتها ولا وايمن شافها ولا لا؟ لا والله لا ما حدش. انت شفتها يا كابتن ايمن؟ اتفضل يا كابتن. دي فتنه. دي نفس الحركه بتاعت بورسعيد. لازم نخلي بالنا اللي يخش الملعب، لازم نخلي بالنا. جمهور الاسماعيلي طول عمره بيحب وبيحترم جماهير الزمالك، وجمهور الزمالك طول عمره بيحب جماهير الاسماعيليه. مش هيجي 2 3 ليهم غرض دنيء وغرض، يعني مش عايز اقول لفظ قاسي، لكن ليهم غرض لصناعه فتنه، يروح في وسط الماتش فارد لوحه ولاممها بالظبط، وهو حاطط فيها صوره الزمالك وقال علم الزمالك. يعني عرفوا يدخلوها بشكل معين، وبعدين حاطط تحتيها مش عارف الزمالك. دي فتنه. ده مش جمهور الاسماعيلي. جمهور الاسماعيلي واداره الاسماعيلي ناس محترمه، وانا بطالب من البرنامج ان هم يطلعوا يقولوا اللي عمل كده لا يمثل جماهير الاسماعيلي. وعمليه فرز بقى كابتن ليهم دول. ما وليه؟ طب ما ممكن يا كابتن، يعني مثلا ما احنا اللي بيخش بيبقى في سبوت على الناس دي كلها معروفه، والكاميرات بتبقى موجوده. بعدين اقول لك على حاجه يا كابتن ايمن وضح حاجه مهمه جدا. الفتره اللي جايه في حاجه بس انا اضم صوته لصوته يعني. في حاجه يا كابتن ايمن كمان، طول الوقت وطول العمر وطول كده علاقه الزمالك بالاسماعيلي علاقه متينه وقويه، ومفيش حد يقدر يلعب فيها. الانديه كلها بقى مش لازم يتعمل حاجه. ده اللي انا عايز اكلمك. احنا النهارده رجعت المظهر بتاع النهارده هيبقى فيه احترام برضه. بالظبط. لا انا عايز اكلمك لما بتلاقي الادارات بتحترم بعض هتحترم الاسلوب. ما انت المثل، انت القدوه. ما انا عايز اكلمك في حته بقى، انا عايز اكلمك في حته تاني في رايك في لقاء النهارده القطبين الكبيرين الاهلي والزمالك في تمثيل رئيسيهم يعني، والقعده الجميله وكده. تتمنى ايه تاني يا كابتن؟ انا ايمن رجب اتمنى ان القعده دي تشمل كل الانديه، اتمنى اشوف النادي الاهلي مع النادي المصري، اتمنى بس ثانيه واحده، ليه القعدات بتاعتنا قعدات خارج الاطار الحقيقي؟ الاطار الحقيقي الاعداد دي لازم تبقى من خلال المكان الشرعي بتاعنا اتحاد الكوره. لا لازم نبتدي نناقش القضايا بتاعتنا. لا يا حبيبي، لازم القعدات الخارجيه دي تقودنا لحاجات تانية خالص، لان انت لازم تتناقش في قضايا ارتفاع اسعار اللعيبه والمردود اللاعب صفر. لازم يبقى لازم الانديه تقعد تتكلم. لو الانديه توافقت على كده الاول، هي اللي هتقدر تنقل لاتحاد الكوره. هو الانديه عايزه تدفع فلوس اكتر يا كابتن؟ لا خالص، الانديه عايزه تحافظ حتى على السقف بتاعها، الفلوس اللي عندها. ما هي لان ميزانيتها اصلا النهارده كان في، يعني اقول لي في نادي بيكسب دلوقتي؟ بص يا فاروق، كان في كابتن ايمن، هو في نادي بيكسب يا كابتن ايمن؟ المفروض يكسب. لا، هو المثير والمضحك ان انت بتتكلم على صناعه، وصناعه الكل خسران فيها، ده مبكي حتى الان. صحيح يا جماعه، انتوا لو بتشتغلوا محترفين وبتشتغلوا انديه محترفه، لازم في اخر السنه تطلع الميزانيه بتاعتك، ولازم الميزانيه بتاعتك تبقى كسبانه. طب ازاي انت بتخسر وبتشتري لعيبه؟ طب ما انت بتفهمني. انت في اول السنه يا كابتن الاول تعلنها وبتشتري لعيبه، عشان احاسب اخر السنه اعلنها اول السنه. ده حتى التبرع ليه طرق للتبرع، مش اي حاجه واحد معدي يقول انا بتبرع للنادي.
يعني انت لو بتتكلم على صناعه كما يطلب الفيفا ان هو جميع الانديه تمارسها في العالم. اللي عندك ده شيء كوميدي، انت عندك اللعيب محترف والاداره هاويه مثلا. مفيش حاجه اسمها اداره هاويه، مفيش حاجه اسمها اداره انتخابات ناس هاويه تيجي تدير الانديه. انت الاداره دي عشان كده راح قال لك ايه، طب افصلوا واعملوا شركات الكوره. صحيح. مين عامل شركه كوره في مصر؟ بدون قطع كلامك يا كابتن، بدون قطع كلامك، هو مش اتحاد الكوره تقريبا خرجنا معلش انا بس هي دي الحته الاخيره يعني قبل ما اختم مع حضرتك. هو مش اتحاد الكوره في اول الموسم قال لك ان الانديه تدي ميزانياتها لاتحاد الكوره تبقى المفروض قدامنا، صح ولا انا غلطان؟ تتذكر يا جماعه لازم تبقى ميزانيه واضحه ومعتمده من جهات قانونيه وجهات محاسبيه. هو مش حضرتك بتعمل ميزانيه مجلس اداره وبتقدمها، دي ميزانيات معتمده من اجهزه حسابيه عشان تعرف انت رايح فين وجاي منين، حتى ان انت ازاي كلمه صناعه. بصوا يا جماعه انتوا عندنا حاجات لو اتكلمنا فيها هنفضل كتير يعني انا مش قادر غير ان انا اقول طبعا بستمتع بيكم كابتن، بتنورنا وتشرفنا، بشكركم على الحوار، وثلاثه مبروك ان الزمالك والاهلي عرفوا يقعدوا مع بعض في توقيت مهم. اشكرك كابتن ايمن، نورتنا وشرفتنا كابتن ايمن يونس. انت عارف كابتن ان موضوع الميزانيات والخسائر، انت عارف ان في انديه في اوروبا بتنزل درجه ثانيه لان معدل الخساره او الانكم بتاعها اقل من الصرف بتاعها. بالظبط. احنا كده كله ينزل درجه ثانيه. احنا مفيش حاجه هنا في مصر. لا انت عارف كده. بص في اوروبا بس اول الموسم كان اتحاد الكوره اقر كده لازم الانديه